ضابط بيتحول لأخطر خائن في بلده، واللي بيكلف بقتل هو تلميذه وأقرب شخص ليه. لكن الحقيقة اللي ورا الخيانة هتخليك تعيد حساباتك من أول الفيلم. جهز كوباية الشاي بتاعتك ويلا نشوف ايه الحكاية. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع ضابط اسمه كبير، واحد من أكفأ وأشهر الضباط في الجيش الهندي، واللي اسمه لوحده كفيل يخلي أي حد في الجيش يحترمه. وبنشوف كبير وهو نازل من الطيارة، وفي انتظاره الضابط خالد اللي كان معجب جدا بكبير وبشجاعته، واقف قدامه بكل انبهار. والقائد لوزر بيستقبل كبير وبيقوله إن خالد هينضم لفريقه في المهمة الجاية، وإن خالد نفسه عايز يتدرب تحت إيده. لكن كبير بيضحك وبيقول له أنا ممكن أختار أي ضابط في الهند ما عدا خالد. والقائد بيستغرب وبيقول له ان خالد اثبت كفاءته وانه ضابط شاطر، فليه بيرفضه؟ وساعتها كبير بيكشف السبب وبيقول له ان في سببين. اول سبب ان والد خالد كان خاين وخان بلده، ومش بس كده، ده كمان ضرب نار على كبير مرتين في مكان خطير جدا، وكبير نجا من الموت باعجوبه. والسبب التاني والاهم ان والد خالد هو نفسه اللي قتل زميل كبير. وكبير بيقف قدام خالد وبيقول له بكل صراحه انا اللي قتلت ابوك، وانه ضربه برصاصه في نص دماغه لانه كان خاين وقتل زمايله كلهم، فازاي عايزني اضم ابن الخاين لفريق؟ لكن خالد ما بيتراجعش وبيقول له كلامك صح، ابويا كان خاين، بس ما تنساش ان انا وامي اللي بلغنا عنه، ولو ما كناش بلغنا ابويا كان قتلك اصلا. يعني انت عايش بسببنا احنا الاتنين، احنا ضحينا بابونا علشان بنحب بلدنا. وكلام خالد بيأثر في كبير، والقائد لوزر بيطلب من خالد يسيبهم لوحدهم. وبعد ما خالد بيمشي بيقول لي كبير ان الولد ده شجاع جدا، وان رغم ان ابوه كان خاين دخل الجيش واصر يتدرب تحت ايده علشان يثبت انه مش زي ابوه. وفي النهايه كبير بيوافق يضم خالد لفريق، لكن بيكون عنده شرط واحد: خالد ما يغلطش اي غلطه، لان المهمه اللي كبير شغال عليها مش مهمه عاديه، هو بيحاول يوصل لارهابي خطير اسمه رضوان. ورضوان قدام العالم كله راجل اعمال محترم، لكن في الحقيقه هو اخطر عدو للهند. والسنه اللي فاتت تسبب في انفجار ضخم مات فيه مئات الاشخاص، والشخص اللي اعلن مسؤوليته عن الانفجار اسمه بشير. وكبير متاكد ان بشير شغال مع رضوان، ولو قدروا يمسكوه هيقدروا يوصلوا لرضوان. وكبير بيقول له ان بقاله 5 سنين بيحاول يمسك رضوان، والمره دي يا اما هيقبض عليه يا اما رضوان هيقتله. وبعدين بيحذر فريقه وبيقول لهم اي حد يغلط ويبوظ المهمه هعتبره عدو وهقتله. وبالفعل الفريق بيتحرك ناحيه المكان اللي موجود فيه بشير ورجالته، وكبير بيتنكر وسط الناس وبيوصل لمكان فيه تجمع كبير، والناس واقفه بتسمع امير الجماعه وهو بيستعد عشان يعاقب واحده من الستات قدامهم كلهم. وكبير ما بيستحملش المنظر وبيطلع مسدسه وبيقتل امير الجماعه، لكن رجال الجماعه بيهجموا عليه وبيمسكوه. في اللحظه دي بيظهر بشير، وبشير بيفتش تليفون كبير وبيكتشف انه ضابط هندي، وبيقول له انت جاي هنا علشان تقبض عليا؟ وكبير بيرد عليه بيقول له انا مش عايزك انت، انا عايز اوصل لرضوان. وبشير بيضحك وبيقول له تقبض على رضوان؟ انت عارف انت فين ولا ايه؟ وكبير بكل ثقة بيقول له ان رجالته هيوصلوا خلال 3 دقايق، لكن بشير بيقول له ان ده مستحيل لانه كسر شريحة التتبع اللي كانت معاه، وبالتالي محدش هيعرف مكانه. وكبير بيضحك وبيقول له انت كسرت واحدة ونسيت التانية، وبيطلع شريحة التتبع التانية من بقه. وفجأة رجال كبير بيوصلوا فعلا، وخالد بيكون راكب عربية مدرعة وبيفتح الرشاش على رجال بشير ويبدأ يضرب فيهم بكل قوة، وعدد كبير من الإرهابيين بيقع، لكن واحد منهم بيضرب عربية خالد بصاروخ أربجي، وخالد بينقذ نفسه في آخر لحظة وبينزل يدخل في اشتباك مباشر مع رجال بشير وبيقدر يمسك بشير. لكن واحد من الإرهابيين بيكون على وشك يقتل خالد، وفي اللحظة الأخيرة كبير بيتدخل وبينقذه بيقتل الإرهابي. بعدها خالد بيبدأ يضرب بشير بكل قوته، لكن المفاجأة إن بشير مش حاسس بأي حاجة، بل بالعكس بيقول له اضرب كمان. وخالد بيضربه تاني وتالت، لكن بشير لسه واقف. وفجأة بشير بيقول له خلاص خلصت، دور أنا بقى، ويبدأ يضرب خالد ويرميه على الأرض. وفي نفس الوقت كبير بيكون خلص على معظم رجال بشير وبيدخل يواجه بشير بنفسه، وكبير بيضربه لكن بشير برضه ما بيتأثرش، وبشير بيوجه ضربات كتيرة لكبير لحد ما كبير بيقع جنب خالد ومش قادر يقوم. وكبير بيبص لخالد وبيقول له يلا دلوقتي ده دورك. وخالد بيكون مرعوب لكنه بيفتكر انه لازم يثبت نفسه قدام كبير، فبيقوم بكل قوته وبيهجم على بشير ويديله ضربات قوية على دماغه بتوقعه على الأرض. وخالد بيبص لكبير وهو فاكر انه خلص عليه، لكن بشير بيقوم فجأة وبيضرب خالد. ساعتها كبير بيقوم وبيدخل في المواجهة والاتنين بيضربوا بعض، وفعلا بشير بيموت. وبالليل الفريق كله بيكون مجتمع وبيشكروا في خالد وبيقولوا ان احصائيات المهمة النهاردة تثبت انه كان اكتر واحد قتل من رجال بشير.
لكن خالد بيقول إن كل اللي عايزه هو إنه يكسب ثقة كبير. وفي الوقت ده أمه بتيجي تزوره، وخالد بيفرح جدا لما بيشوفها لأنها جايبة له أكل مخصوص. وخالد بيقول لأمه إن نفسه تكون فخورة بيه، لكن كبير بينادى عليه وبيقول له يجي مكتبه بعد ما يخلص مع أمه. وأول ما أم خالد بتشوف كبير بتتصدم، لأنها ما كانتش تعرف إن الشخص اللي قتل جوزها هو نفسه الشخص اللي خالد بيشتغل معاه. وخالد بيروح لمكتب كبير، لكن كبير بيفاجئه وبيقول له إنه فشل في المهمة، وبيقول له إن نظره ما كانش كويس وإنه أخطأ هدفه أكتر من مرة، وإن بشير كان واقف على يمينه وهو ما شافوش. وبالتالي كبير بيقول إنه مضطر يخرجه من الفريق. وخالد بيتصدم وبيفضل يحاول يشرح له، وبيحكي له إنه وهو صغير كان زمايله في المدرسة بيضربوه بسبب إن أبوه كان خاين، وفي مرة واحد منهم ضربه في عينه اليمين، ومن وقتها نظره ضعيف جدا. وبيحكي له إن أمه هي اللي وقفت جنبه وقالت له طول ما أنت في الجيش الناس هتفضل تشك فيك، فلازم تثبت لهم إن أنت قد المسؤولية وإنك مش خاين. وخالد بيطلب من كبير فرصة تانية وبوعده إنه مش هيغلط تاني. وكبير بيقول له إن لحد آخر لحظة متأكد إن دم أبوه الخاين هو اللي بيجري في عروقه، وإنه كان مستني اليوم اللي خالد يظهر فيه على حقيقته. لكن خالد أثبت له العكس. وكبير بيقول له أنت أثبتت لي إن الدم اللي بيجري في عروقك هو دم أمك، وطلعتني غلطان، وأنا فخور إني طلعت غلطان، وأهلا بيك في الفريق. وخالد بيفرح جدا وبيديله التحية. وبعد اللحظة دي الفريق كله بيحتفل كعادتهم وبيرقصوا شوية، لكن الاحتفال ما بيكملش لأن رسالة بتوصل لهم من القائد لوزر، وكلهم بيروحوا له ويبلغوه إن بشير مات، وده أكبر رضوان يخرج من مخبأه. والأهم إن رضوان موجود حاليا في الهند، وده أحسن فرصة علشان يقبضوا عليه. لكن كبير بيرفض يبلغ الوزارة، وبيقولوا إن العملية دي لازم تفضل سرية، لأن كل مرة بيحاولوا يمسكوا رضوان بيكون عارف قبلهم وبيجهز خطة للهروب، وده معناه إن في احتمال يكون في خاين بيسرب المعلومات. وكبير بيطلب من كل أفراد الفريق تسليم تليفوناتهم، وفعلا كلهم بيسلموا موبايلاتهم. وبعد ما بيحددوا مكان رضوان كل واحد بياخد موقعه. وفجأة الفريق بيهجم على رضوان ورجالته، وكبير بيحط السلاح على رضوان وبيقول له المرة الجاية هتتغدى في السجن عندي. ورضوان بيضحك وبيقول له إن هم بقالهم سنين بيحاولوا يمسكوه وإن هم هيفضلوا يحاولوا للأبد. لكن كبير بيقول له إن اللعبة انتهت وإنه وقع في إيده. رضوان بيرد عليه بيقول له ده بجد؟ طب اسأل فريقك هم موافقين ولا لأ. وكبير يبدأ يشك إن في خاين بينهم، لكن قبل ما يقدر يعرف مين، واحد من أعضاء الفريق اسمه سراب بيبدأ يضرب النار على رجالة كبير. والصدمة إن رجال رضوان كمان بيبدأوا يضربوا على كبير. وخالد بيشوف إن كبير في خطر فبيرمي نفسه قدامه وبياخد الطلقة بدل منه، وتبدأ معركة ضخمة بين الطرفين وعدد كبير بيموت من الناحيتين. وسراب بيحاول يهرب، لكن خالد بيقرر يجري وراه. وكبير بيصرخ فيه وبيقول له سيبه وتعالى المهم نقبض على رضوان. لكن خالد بيصمم يمسك سراب، وفي الوقت نفسه كبير بيبقى لوحده تقريبا في مواجهة رضوان ورجالته. ورغم كده بيقدر يخلص عليهم واحد ورا تاني، وكان خلاص قرب يمسك رضوان، لكن واحد من رجالة رضوان بيضربه برصاصة. وكبير بيقع بين الحياة والموت. ورضوان بيستغل الفرصة وبيركب عربيته وبيهرب. وبعد أسبوع كبير بيفوق في المستشفى، والدكاترة قدروا ينقذوا حياته بالعافية. وأول حاجة بيعملها بعد ما بيخرج إنه يروح للمشرحة ويشوف جثث أفراد فريقه، وبيسأل عن خالد. والقائد بيقول إن خالد فضل يجري ورا سراب لمدة 30 دقيقة، وبعدها فقد أثره ومحدش عارف هو فين. لكن كبير بيقول إنه واثق في خالد وإنه أكيد قدر يتعامل مع سراب. وبالفعل الشرطة بتلاقي خالد على الشاطئ وبياخدوه المستشفى، وبيكون مصاب إصابات خطيرة جدا. وكبير بيروح يزوره، وخالد بيقول له إنه قدر يقتل سراب الخاين. وبعد فترة كبير بيرجع لمهمة جديدة، وبيظهر له قائد جديد وبيتواصل معاه وبيسأله إن كان الهدف قدامه. وكبير بيقول له أيوه كان قدامي. والقائد ده بيقول له يخلص عليه. وفجأة القائد ده بياخد رصاصتين في كتفه وفي راسه، واللي قتله هو كبير. وخبر مقتل القائد ده بينتشر في الوزارة، والقائد لوزر بيبلغ الإدارة إن كبير أصبح خاين، وإنه الأغلب إنه اتفق مع الإرهابيين. والإدارة بتقرر إن كبير لازم يموت. ولما يبدأوا يدوروا على شخص يقدر يقتله بيجي اسم خالد، لأن خالد أكتر واحد يعرف كبير. وفي نفس الوقت خالد بيكون في مهمة ضد عصابات مخدرات وبيهجم عليهم لوحده ويبدأ يضرب فيهم، وبعدها يمثل إنه اتصاب ومش قادر يقوم. ولما العصابة بتطمن خالد بيقوم فجأة وبيقضي عليهم كلهم وبيمسك رئيس العصابة. وبعد ما بيخلص المهمة بيبلغ القائد لوزر بنجاح العملية. وبعدها خالد بيرجع للوحدة، والقائد لوزر بيكون بيتكلم مع الضابط عن كبير وبيقول لهم إن كبير مزور 7 جوازات سفر، لكن لسه ما استخدمش أي واحد منهم لدخول الهند ومحدش عارف مكانه. وخالد بيقاطعه وبيقول له أنت نسيت السؤال الأهم، ليه كبير خان بلده أصلا؟ وبيشرح له بيقول له إن كبير هو اللي دربهم كلهم وقضى على عدد ضخم
ضخم من الإرهابيين والخونة، فإزاي يتحول فجأة الخاين من غير سبب. والقائد بيرد عليه بيقوله إن هم أكيد في يوم هيعرفوا الحقيقة، وبعدها بيبلغ خالد إن المهمة هتتسلم للظابط تاني. وخالد بيعترض وبيقوله ليه مش أنا أكتر واحد حافظ كبير وعارف بيفكر إزاي. والقائد بيرد عليه بيقوله لأنك بتحبه. وخالد بيقوله مش أكتر من بلدي، لو لقيته هقدر أقتله من غير تردد. بعدها خالد بيروح مكتبه ويحط صورة كبير قدامه، وفجأة تليفونه بيرن، ولما بيرد بيكتشف إن كبير هو اللي بيتصل. وخالد فورا بيحاول يتتبع مكانه، لكن كبير كان عارف إنه هيعمل كده وبيقول له حطيتنا على جهاز التتبع صح، أنا كنت ضابط سابق وعارف كل حاجة. وخالد بيسأله بيقول له إزاي تخون بلدك وتقتل القائد بتاعك. وكبير بيرد عليه بيقول له إن القائد ده كان مجرد واحد من قايمة طويلة ولسه في ضباط تانيين هيقتلهم. وخالد بيقول له إنه هيوصل له قبل ما يقتل أي حد تاني. وكبير بيرد عليه وبيقول له ربنا يوفقك، بس ما تنساش اللي أنا علمته لك، لما تيجي الفرصة اضرب النار وما تترددش. وبعدين بيحذره وبيقول له لو وقفت بينه وبين هدفي هقتلك يا خالد. وبيقفل الخط، وبعدها بنشوف طيارة حربية تابعة للجيش، وفجأة كبير بيظهر بطيارة صغيرة وبيمشي ورا الطيارة دي، وبعدين بينط منها على جناح الطيارة الحربية وبيقدر يدخل الطيارة ويبدأ يشتبك مع الضباط اللي جواها واحد ورا التاني. وكبير بيخلص عليهم، وفي وسط الاشتباك رصة بتصيب محرك طيارة والطيارة بتبقى على وشك الانفجار، لكن كبير كان داخل طيارة عشان هدف واحد الضابط شيروف. وبعد مواجهة عنيفة كبير بيقدر يرمي شيروف من الطيارة، لكن شيروف بيفتح الباراشوت وبيعدي. والقائد لوزر بيسأل نفسه ليه كبير قتل القائد بتاعه وليه حاول يقتل شيروف. وخالد بيقول له انه هيعرف الحقيقة. بعدها خالد بيركب المترو، وفجأة كبير بيظهر وراه، وخالد كان لسه هيطلع مسدسه، لكن كبير بيوقفه وبيقول له ان المكان مليان ناس بريئة وان اي اشتباك هنا ممكن يقتلهم. وبعدين بيحذره بلاش تطاردني، انت اكيد مش عايز امك تشوفك ميت. وخالد بيرد عليه وبيقول له انا مش قادر اشوف الفساد والخيانة قدامي واسكت، خصوصا لما تكون ضد بلدي. يقول له ان هيديله اختيارين، يا اما يقول له ليه بيخون البلد وبيقتل ضباط معينين، او يقول له اسم الضابط التالت اللي ناوي يقتله. لكن قبل ما كبير يقول له الاسم بيختفي، وخالد بينزل من المترو وبيفضل يدور عليه، لكن كبير كان لسه جوه. وقبل ما الابواب المترو بتتقفل كبير بيحط ورقة على الازاز، وخالد بيبص عليها وبيلاقي اسم الضابط التالت. وهنا احنا لسه شايفين كبير كان خاين فعلا، لكن الحقيقة مختلفة تماما. وعشان نفهم اللي حصل لازم نرجع 6 شهور لورا. كبير كان وقتها بيحاول يوصل لرضوان، وقدر يوصل لواحد من رجالته اسمه فيروز، وبدأ يتنصت على مكالماته. وهنا اكتشف حاجة خطيرة جدا، في 4 ضباط من الجيش الهندي شغالين مع رضوان، لكن كبير ما كانش عارف اسمائهم ولا اشكالهم. والاخطر ان رضوان كان دايما بيهرب بسبب الضباط ال4 دول. وكبير اكتشف كمان ان رضوان بيخطط لتدمير قاعدة من قواعد الجيش الهندي، وانه بيصنع صاروخ قادر على تدمير القمر الصناعي العسكري. والقمر الصناعي ده مهم جدا لانه مسؤول عن اكتشاف اي هجوم قادم على الجيش الهندي. وطبعا لو القمر الصناعي ده اتدمر رضوان هيقدر يضرب قاعدة الجيش من غير ما حد يكتشفه. علشان كده كبير قرر انه لازم يعرف الضباط ال4 ويوقفهم، لكنه ما يقدرش يتهم ضابط من الجيش من غير دليل، فاضطر يعمل حاجة خطيرة وينشق عن الجيش ويتصرف لوحده. وكان محتاج يعرف هوية الضباط ال4، وفكر في خطة وراح لواحدة اسمها نينا وطلب منها تروح لفيروز وتحاول تغريه وبعدها تسرق البيانات الموجودة على جهازه. ونينا خافت وقالت له ان فيروز اكتشفها وهيقتلها وان عندها بنت لازم تربيها. وكبير بيطمنها وقال لها لو حصل لك حاجة بنتك مسؤوليتي لاخر يوم في عمري. ونينا وافقت طبعا وراحت الفندق اللي موجود فيه فيروز، وفيروز اعجب بها فعلا وقضوا وقت مع بعض. وبعد شوية نينا قالت له انها رايحة الحمام، لكن بدل ما بتدخل الحمام راحت لللابتوب بتاع فيروز وحطت الفلاشة وبدأت تنسخ البيانات. وفي نفس الوقت كبير كان بيراقب المكان من بعيد، لكن فجأة بتوصل له مكالمة من القائد لوزر، وكبير بيشرح له كل اللي بيحصل وانه دخل نينا المهمة علشان تحصل على المعلومات. وبعد ما بيقفل معاه بتوصل له مكالمة اخطر، والمكالمة دي كانت المساعدة بتاعته وبتقول انها اكتشفت حاجة مهمة جدا. ورضوان كان بيروح لاشهر دكتور تجميل في العالم وقدرت تحصل على فيديوهين. في الفيديو الاول فيروز كان بيتكلم مع الدكتورة والدكتورة بتتعامل معاه كأنه رضوان وبتسأله عن شكله الجديد. اما الفيديو التاني كان لرضوان نفسه وهو بيعمل عملية تجميل. وهنا كبير بيفهم الحقيقة الصدمة، وفيروز هو رضوان، ورضوان غير شكله بالكامل واستخدم وش فيروز علشان يعيش بهوية جديدة. وفي نفس الوقت دينا بتخرج من الحمام علشان تاخد الفلاشة لكنها ما بتلاقيهاش، وفيروز كان اكتشفها وبيمسكها وبيقول لها ان واحدة زيها مش ممكن تضحك عليه، وبعدها بيقتلها. وكبير بيوصل الفندق متأخر بيلاقي انها مرمية على الارض وميتة، ورضوان بيكون هرب بالطيارة بتاعته
بتاعته، وكبير بيتصدم وبيبقى محطم بسبب موت نينا، وفوق كل ده لسه مش عارف هوية الضباط الأربعة. ويفضل أيام قافل تليفونه مش بيتواصل مع حد، وبعدها بيفتحه وبيتصل بمساعدته ويقول لها فكرت في كل اللي حصل ومفيش غير شخص واحد كان عارف بمهمة نينا وهو القائد لوثر. لكن كبير ما كانش مقتنع ان لوثر هو الخاين، فبيطلب من مساعدته انها تتجسس على سجل مكالمات لوثر وتشوف مين اتصل بيه بعد المهمة. وبالفعل بتكتشف ان القائد اللي كبير قتله في اول الفيلم لو تفتكر هو اللي اتصل بلوثر، وكبير كان اصلا شاكك فيه. وعلشان كده بنرجع للمشهد اللي شفناه قبل كده، وكان كبير راح للقائد ده وبيضربه في كتفه وبيطلب منه يقول له على اسماء 3 من الضباط وهيسيبه عايش. والقائد ده بيقول له انه ما يعرفش غير ضابط واحد اسمه شيرو، وكبير بياخد المعلومة المهمة وبعدها بيقتله وبيروح لشيروف وبيعرف منه اسم الضابط اللي بعده. وده بسبب ان كبير كان بيحاول يوصل للضباط واحد ورا التاني. والضابط اللي بعد كده نعرف ان اسمه واس كان معاه بيانات خطيرة جدا تخص الصاروخ اللي هيتضرب على القمر الصناعي. وفي الوقت ده خالد بيوصل لواس وبيقول له ان حياته في خطر وان لازم يركب معاهم علشان يوصلوا المكان آمن. وفعلا واس بيتحرك في موقف كبير للحماية، لكن فجأة كبير بيظهر وبيضرب الموقف ده بصاروخ ارباجيه والعربية بتنفجر وبتتقلب. وكبير بيخرج من وسط النار وبيمسك واس وبيقول له فين رضوان ومين الضابط الرابع. واس بيقول له انه ما يعرفش حاجة، لكن تحت الضغط بيكتشف ان الضابط الرابع هو الشخص الوحيد اللي يعرف هوية رضوان. وفجأة خالد بيفوق ويضرب نار على كبير، وفجأة كبير بياخد باله وبيمسك واس ويحطه قدامه، فبيضطر خالد يوقف ضرب نار. وكبير بيستغل اللحظة دي وبياخد الهارد اللي عليه بيانات الصاروخ وبيركب الموتوسيكل وبيهرب. وخالد بيركب موتوسيكل هو كمان وبيطلع وراه، وتبدأ مطاردة طويلة لحد ما بيدخلوا المدينة. وكبير بيحاول يضيع خالد في شارع معين وبيحط سلك بالعرض، وخالد بيعدي وفجأة بيتقلب من على الموتوسيكل، لكن خالد مش بيستسلم وبيقوم يكمل وراه من الشوارع المختصرة لحد ما بيقدر يقرب منه فعلا. لكن كبير بيفضل مصمم على الهروب منه، وفي النهاية بينط في المية وبيهرب. والقائد لوزر بيتعصب جدا من خالد وبيقول له ان كبير كان قدامه مرتين وما قدرش يمسكه، وبيقرر يسحب منه المهمة. لكن خالد ما بيستسلمش ويبدأ يعمل تحريات بنفسه عن كبير. وبعد بحث طويل بيكتشف ان كبير كان بيراقب فيروز وان نينا كانت عندها بنت، والبنت دي موجودة حاليا في حضانة تحت رعاية كبير. وخالد بيوصل للبنت ومن خلالها بيقدر يوصل لمكان كبير. ولما كبير بيشوف خالد كان هيطلع سلاحه، لكن خالد بيقول له ان المكان مليان ابرياء وان هم لازم يروحوا لمكان تاني ويتكلموا. كبير بياخده لمخبأ سري وهناك بيحكي له كل الحقيقة. وخالد بيفهم ان كبير مش خاين وانه كان بيقتل الضباط دول عشان يوصل للضابط الرابع ويوقف خطة رضوان. لكن فجأة قوات من الجيش الهندي بتهجم عليهم، وخالد وكبير بيتحدوا لأول مرة وبيبدأوا يتقاتلوا سوا، والاتنين بيقدروا يخلصوا على القوات كلها. وبعدها بيسافروا مع بعض وبيركبوا القطر وبيروحوا لمساعدة كبير، وكبير بيديلها الهارد علشان تعرف محتواه. وبالفعل بتكتشف ان الهارد مرتبط بتوجيه الصاروخ ناحية القمر الصناعي العسكري، ولو القمر الصناعي اتدمر الجيش الهندي مش هيقدر يعرف اي هجوم جاي عليه. لكن في خبر كويس ان من غير الهارد رضوان مش هيقدر ينفذ الخطة. وكبير بياخد الهارد وبيديه لخالد وبيقول له خليه معاك امانة. وبعدها بيركبوا مركب وهم راجعين بيحتفلوا ان كبير طلع بريء ومش خاين. وكبير بيشرب من المشروب وفجأة خالد بيرمي الكوباية من ايده وبيكتشف ان المشروب كان فيه سم. وكبير بيبدأ ينزف من بقه وبيقع على الارض، وخالد بيبص له ويقول له ها عرفت مين الضابط الرابع؟ وهنا بتظهر الصدمة الحقيقية، والضابط الرابع هو خالد، او بمعنى اصح الضابط الرابع هو سراب، لان خالد الحقيقي مات من زمان. وسراب بيكشف له الحقيقة وبيقول له لما خالد كان بيطارده قدر يمسكه عند الشاطئ وكان على وشك يقتله، لكن رضوان ظهر وقتل خالد. وساعتها رضوان جات له فكرة شيطانية ويخلي دكتور التجميل يحط وش خالد على جسم سراب. انت متخيل الدماغ؟ وبكده سراب يقدر يرجع للجيش الهندي باعتباره خالد. وفعلا العملية نجحت والدكتور غير ملامح سراب وكمان عدل الأحبال الصوتية بتاعته علشان صوته يبقى زي خالد بالظبط. وبكده أصبح سراب نسخة كاملة من خالد. وبعدها رجال رضوان ضربوا سراب ورموه على الشط علشان الجيش الهندي يلاقيه واعتقد انه خالد الحقيقي. ومن وقتها سراب عاش وسط الجيش بهوية خالد. وفي الوقت الحالي سراب بيشيل اللاصق من على وشه قدام كبير وبيقول له شفت المفاجأة؟ كبير بيكون مصدوم حرفيا، وسراب بيكشف له انه حط السم في المشروب وان كبير خلاص هيموت. وبالفعل سراب بياخد جثة كبير ويرميها في المية، وبعدها بيروح لرضوان الموجود على سفينة في القطب الجنوبي، والسفينة دي عليها الصاروخ اللي هيضرب القمر الصناعي. ورجال رضوان بيحطوا الهارد في النظام والصاروخ بيبدأ يتوجه للهدف، وبالفعل الصاروخ بينطلق
وخلال 10 دقايق هيكون القمر الصناعي اتدمر. لكن فجأة كبير بيظهر على السفينة وبيطلع انه ما ماتش، وبيدخل على رجال رضوان ويبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. انت ما تقلقش ده هندي يعني. وسراب ورضوان بيوصلوا وبيرفعوا السلاح عليه، وسراب بيبقى مصدوم وبيقول له انت ازاي عايش، انا متأكد اني موتك. وكبير بيضحك وبيقول له انا اصلا ما كنتش واثق فيك من البداية. وبعدين بيشرح له اللي حصل وبيقول له وقت ما كانوا في المخبأ سراب قدر يشوف اطلاق النار بعينه على اليمين، لكن خالد الحقيقي كان نظره ضعيف جدا في العين اليمين. فكبير فهم ان الشخص اللي قدامه مش خالد. وكمان بما ان رضوان قدر يغير وشه ويعيش بهوية فيروز، ليه ما يعملش نفس الحاجة مع سراب، خصوصا ان جثة سراب الحقيقية ما لقوهاش. كمان لما كانوا في القطر ومساعدته اكتشف ان في ازازة سم اختفت من مخزن الجيش. فكبير فهم ان في محاولة لتسميمه وخلى مساعدته تعمل له مضاد للسم، علشان كده السم ما اثرش فيه. لكن لسه في مفاجأة تانية، وكبير كان حاطط جهاز تتبع داخل الهارد اللي اداه لسراب، وبكده قدر يعرف مكان السفينة. وصل لهم وسراب بيبتسم ويقول له شاطر، بس نسيت اهم حاجة، الصاروخ اتضرب خلاص. والصاروخ بالفعل في طريقه لتدمير القمر الصناعي. لكن فجأة الصاروخ بيغير اتجاهه ويبقى متجه ناحية السفينة نفسها. وكبير بيضحك وبيقول له يا عبيط، انا هسيب حاجة زي دي تروح مني؟ لانه كان عدل بيانات الهارد من البداية وخلى الصاروخ يرجع يضرب السفينة بدل القمر الصناعي. رضوان وسراب بيتصدموا، والوقت المتبقي اقل من دقيقتين. ورضوان بيحاول يطلع مسدسه، لكن كبير بيمسكه وبيقول لسراب ارمي سلاحك بدل ما اقتل رضوان. وسراب بيرد عليه وبيقول له يموت رضوان ولا يولع، خلاص المهمة خلصت. وبيضرب النار هو على رضوان، وبعدها بيجري وبيحاول يهرب من السفينة. لكن كبير بيقدر يهرب في اخر لحظة، والصاروخ بيضرب السفينة. وسراب بيفتكر ان كبير مات، لكن كبير بيظهر من جديد وتبدأ مطاردة ضخمة بينهم. وسراب بيحاول يهرب في طريق تاني، لكن كبير بيلحقه والعربيتين بيخبطوا في بعض وبيدخلوا مبنى والاتنين بيخرجوا من العربيات. وهنا بتبدأ المواجهة الأخيرة. في البداية سراب بيكون مسيطر ويفضل يضرب كبير بكل قوته، لكن كبير مش بيستسلم ويقوم وبيضربه. وسراب بيستغل الوقت ده وبيضربه بحديدة في ايده، لكن كبير بيشيل الحديدة دي من ايده وكأنه ما حسش بحاجة. والمواجهة بتتحول لمعركة شرسة جدا، وسراب بيبدأ يسيطر على كبير. وفي لحظة كبير بيبان كأنه خلاص استسلم، لكن فجأة بيقوم وبيهجم عليه ويبدأ يضربه بكل قوته. وسراب يحاول يخلص عليه، لكن كبير بيعمل حركة ذكية ويخليه يطعن نفسه في كتفه. وبعدها كبير بيبدأ يسيطر عليه، والاتنين بيبقوا خلاص منهكين ومفيش أي قوة عندهم. لكن كبير في النهاية بيحسم المواجهة ويفضل يضرب سراب ويقول له كل حاجة إلا الخيانة. وبعدين بيوجه له ضربة قوية وسراب بيقع على السقالة، والسقالة بتنهار عليه وسراب بيموت. وبكده كبير بيكون خلص مهمته بنجاح. وبعدها بيروح يقابل القائد لوزر وبيحكي له كل حاجة. ولوزر بعد ما بيسمع القصة كاملة بيقول له انت بطل، لكن كبير بيرد عليه بيقول له البطل الحقيقي هو خالد عشان ضحى بحياته علشانه، ويطلب ان كل الفضل في المهمة يروح لخالد. وفعلا بيتم تكريم خالد بعد وفاته، وامه بتكون فخورة جدا بابنها لانه في النهاية اثبت انه بطل ومش خاين زي ما الناس كانت بتقول زمان. وبعد كام يوم كبير بيكون في استراليا مع بنت نينا ويحاول يعيش شوية بعيد عن كل اللي حصل. لكن فجأة تليفونه بيرن والقائد لوزر بيتصل بيه ويقول له جهز نفسك عندك مهمة جديدة. وكبير بيرد عليه بيقول له تمام يا فندم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. طبعا لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. سلام.